وانا عايز بقى اروح للزراعه. عملتوا ايه بقى في الزراعه؟ ايه التقنيات الحديثه اللي انتوا؟ والله الفيديو كان فيه 2 بوينتس، واحده زراعه وواحده الفرق ما بين الحشو الابيض الاسنان الاماميه والبورسلان. فال2 بوينتس دول كومنت عليهم سريعا. اول بوينت ان احنا المريض كان عنده المنطقه الخلفيه كانت كباري معدن مغطي البورسلان، تحتيها فاضي، الاسنان تحتيها كانت متاكله تماما. كان عايز يعمل المنطقه الاماميه، كان جاي بيها مبنياله من ماده الحشو الابيض. يمكن كنت بشيلها وانا بحضر الطرابيش كلها او الاسنان كلها مبنيه حشو ابيض، كانت عامله التهابات شنيعه في اللثه. اضطريت ان انا اعمل تشكيل اللثه بالليزر الاول، وطبعا كانت متلونه وشاربه لون بني من جوه وفي تسوس من بينها وبين الاسنان. شلنا الكلام الفارغ ده كله وعملنا بناء للضرس السنان بشكل مظبوط، وعملنا لهم حشو عصب، عملنا في جلستين الفك العلوي والفك السفلي. يجي المريض يقول لي طب يا دكتور انا عايز بقى اخلص قدام خالص فاينلايز، وعايز اعمل ورا ده بعدين. اقول له لا، هعمل قدام، هعمل لك شكل جميل. الشكل اللي احنا شايفينه الابيض ده ما كانش ايميديت، حطيت في النص مؤقت. دايما ساعات بقوم حاطط البي ام ام اي اللي هو البوليميثايل ميثاكريليت، البلاستيك، نوع من البلاستيك بخرطه بالكمبيوتر والزقه واسيبه لحد ما اللثه تلم، وفي نفس الوقت انا مش هفاينلايز واحمل تحميل على الاسنان الاماميه الا لما يبقى عندي عضه مظبوطه ورا. ليه؟ لان لو ما عنديش عضه مظبوطه ورا ده اللي هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي ان الاسنان دي هتبقى شغاله ماستيكيشن، زي اللي هتبقى تعض بتمضغ بدل ما هي قواطع بتمضغ، وده مش وظيفتها، فتتقطم وتتكسر. فمش دايما بنطوع المريض على الحاجه اللي لو هي مش مظبوطه. فبقوم مريحه، يعني قاسم البلد نصين زي ما بيقولوا، وعامل له اسنان شكلها حلو معموله بي ام ام اي، وبعدين اقوم شايل بقى بتاع ومخطط بالاشعه المقطعيه. دخل الاول قسم الاشعه المقطعيه، خططنا على الزرعات الخلفيه وابتدينا نحط الخطه العلاجيه. هنحط 4 زرعات، سوري 3 زرعات ورا هنا، و3 زرعات هنا، و3 هنا، و3 هنا. حطيت له 12 زرعه تقريبا في المنطقه الخلفيه. بعد حطيت له عليهم بلاستيك برضه بي ام ام اي، كملت له بقيه الفك بي ام ام اي، وبعدين حطيت له البورسلين الابيض بقى اللي حضرتك شفته ده قدام وورا. فكانت هي بنوته الحقيقه. طب انا عايز بقى كمان، يعني شوف كنا منين واسنان معدن مغطي البورسلين ورا ومتاكل تحتيها ولسه ملتهبه ومش عارف ايه. طب يا دكتور كمان بعد ما خلصت بقى الطمع، طب عايزه توث جيولري، عايزه الكريستاله دي ينفع تتلزق على الكراون؟ الكريستاله دي قلت لها كمان ينفع تتلزق. مصريه ولا عربيه؟ لا مصريه. مصريه؟ اصل العرب دايما بيحبوا الحاجه دي، اللي هو الناس اللي هم في الخليج بالذات بيحبوا قوي. هي عايشه بقالها 20 سنه مثلا في السعوديه. عشان كده هم بيحبوا الجولري يتحط على السنان. على فكره دي من الحاجات اللي هي بالنسبه لهم تدي نوع من الفخامه. يعني فليه لا كمان ان احنا بعد ما يبقى مفيش اسنان بايظه خالص ومبنيه وتحتيها بلاوي ورا والدنيا مبهدله، سنان جميله، وكمان ادلع نفسي بقى واحط كمان جولري بتاعه وتبقى موجوده. فالزراعه زي ما انت شايف كمان ما كانش في فرق ما بين الزراعه اللي ورا والاسنان الطبيعيه اللي قدام. الدنيا كانت برضو صعبه جدا في الحاله دي. يمكن دي حاله مشابهه، حاله دمار شامل. برضو طربوشين اماميين فيهم اسنان محطوطه معدن متغطي بورسلين. وبرضو الكارثه اللي انا دايما بقول لا عليها اللي هي بناء الحشو الابيض في الاسنان الاماميه، ده بيبهدل اللثه جدا. حالات متاكله واسنان متاكله. لما بيجي لي المريض زي ده ويجي يقول لي اعمل لي الاسنان الاماميه الاول، بقول له لا انا اسف، انا ممكن اعملها لك مؤقت، ولكن لازم يبقى عندي عضه ورا الاول، لان حضرتك لما هتيجي تاكل الاسنان اللي انا هعملها، فبالتالي هتتقطم، لان القواطع ربنا مش خلقها لنا عشان تمضغ، القواطع ربنا خلقها لنا عشان تقطع الاكل ونمضغ ورا. فلو انا ما عنديش حاجه تمضغ، فبالتالي انا لازم اعمل الاول حاجه تمضغ وبعدين اقوم عامل الشكل التجميلي. كيف تركت سنان لهذه الحاله؟ لا كتير قوي يا دكتور ايمن. لا يعني دي 80% of population. فبنبتدي ان احنا نحط الخطه العلاجيه بتاعتنا زي ما اتفقنا، نزرع ورا الاسنان. بنبتدي ان احنا نشيل الحشوات البيضاء دي، الاسنان بنعيد حشو العصب او بعمل حشو عصب جديد لو مش معمول، ونبتدي نشيل البتاع. وابتدي زي ما انت شايف كده بحط ده البي ام ام اي، ده المؤقت، ده البوليميثايل ميثاكريليت، ده بلاستيك بقوم حاطه على الاسنان كلها، شكله طبيعي وكل حاجه، ولكن يؤدي لي الغرض لحد ما
اللثه تلم ويجي معاه التحميل الزراعات. لسه ده المؤقت يا جماعه، لسه مش بعد وضع الطرابيش والزراعه، لسه ده مؤقت. ده بي ام ام اي. ده بنحطه لمجرد ان احنا ننتظر حاله بعد وضع المؤقت، لسه المؤقت. ده المؤقت. فبننتظر لحد ما اللثه تلم والدرعات اللي ورا دي بتبقاش لسه مسكت، فما نقدرش نحملها بالفول كاباسيتي. حاله بعد الوضع المؤقت، مفيش طرابيش وزراعه مؤقت. حاله بعد. احنا بنحط الزرعات عشان تتحمل بتاخد 3 شهور. فالخلفي ده زرعات، والامامي ده اسنان طبيعيه. فاحنا اللي احنا عملناه ايه؟ ان احنا حملنا على الاسنان الطبيعيه اللي موجوده، وفي النص الجزء الفاضي ده فيه الزرعات بتاعته مش متحمله، ومحطوط عليها البلاستيك كله. ده كله بلاستيك، بيبقى شكله زي ما احنا شفنا حلو. المريض بيمشي بيه شكله حلو لمده 3 ل 4 شهور، لان هو بيبقى شايل هم قوي ازاي همشي فاضي. طب انا لو اللثه هعمل ليزر، طب هستنى اسبوع 10 ايام، طب همشي ازاي؟ طبعا بيمشي بالبي ام ام اي، ما بيمشيش حد خالص فاضي او بانه السنان حتى شكلها بتاع. وبرده اجين البي ام ام اي معمول بالكمبيوتر، فما بيبقاش فيه مشكله خالص. اللثه بتلم والدنيا بتهدى وبتبقى الدنيا جميله. بعد كده بيجي لنا بنعمل له بقى السوبر وايت اللي احنا شفناه في الاخر ده، وبنقوم عاملين عايز الابيض ده ماشي، عايز لون طبيعي شويه ماشي، هو ده طبيعي بس اكن سنان متبيضه، عايز سنان اكنها مش متبيضه ماشي، عايز مثلا لوك مثلا اكبر سنه ماشي، عايز منظر اصغر سنه ماشي، طبقا ليه بيشتغل ايه وشكله ايه وصفته. الجزء الجمالي ده انا دايما باخد فيه راي المريض، يعني بشركه معايا في الحاجات اللي انا ينفع اشركه معايا فيها، ومن حقه ان هو حاجتين حق المريض عليه، انه يعرف انا هعمل ايه من اول زياره زي ما اتفقنا في اول حلقه، وتاني حاجه ان هو يشوف الفاينل ريزلتس كشكل وكلون قبل ما اعملها على الكمبيوتر، لما بعد ما بحضر، بس مش قبل ما اشتغل عشان في ناس تفهم غلط. انا بحضر وبصور وانا بشتغل على الكمبيوتر بقى، قبل ما بخرط بقوم قايل له ادي لون الاسنان بتاعتك، تحب تختار اللون ده ولا اللون ده، وادي شكل الاسنان بتاعتك لو عايز تعمل فيها اي موديفيكيشن يو ار ويلكم. بيقعد في المعمل اللي انت شفته ده، اللاب يونت السبيشالايز اللطيفه دي، يقعد مع جنب دكتور يشوف هو اللي عايزه ايه ونعمله له، يخرط يلزق في الاكوزيشن وخلاص.